الله وبركاته. احنا يا حبايبي هنعملوا تفريزات رمضان عشان الحاجات كل ما هتغلى كده. نفرزوا طماطم ونفرزوا قلقاس ونفرزوا بزلة وكله رمضان. كل سنة وانتم طيبين. والطماطم اهي جبناها، العداية اهي عاملة 125 اهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنعمل معاكم صلصة طماطم. كده ونفرز الطماطم بتاعتنا. احنا بنجيب مع بعض كل سنة كده نفس النظام، يعني في توقيت معين بنحاول على قد ما نقدر الوقت يكون مناسب ان احنا نقدر نشتري فيه عداية مع بعض. يعني بنجيب عداية، بنجيب 2، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه، تمام، نفرز كمية صلصة كبيرة تكون عندنا في الثلاجات بتاعتنا، سواء عندي او عند ماما او عند ام عمر اختي. تمام. بنجيب الكمية وبنعملها مع بعض يعني ونقسمها اكياس كده. هاي ده انتوا بتشوفوني في كل فيديوهات. ساعدي تيتا عشان مش هتقدر تعمل كل ده، لازم تساعدوا تيتكم عشان مش هتقدر تعمل كل ده. بس قربنا نخلص. زي ما انتم شايفين كده بنبدأ نفرز الطماطم بتاعتنا، نطلعها تمام من العداية. طبعا العداية دي بترجع للراجل تاني، لان دايما في الوكالة بيبقوا واخدين منهم، حاسبين العداية عليهم كده بفلوس. تمام. لو ما رجعت لهمش تاني يحسبوا عليهم العدايات دي على كلام اكتر من واحد يعني بياع، ان هي بتتحسب عليهم تقريبا ب60 جنيه. بما ان هو جارنا يعني فجابها لنا، وبعد ما نفضيها نرجعها له تاني. معلش يا جماعة، ده صد البيبي الصغير في المشاية بس. فهنبدأ نفرزها كده ونغسلها، وبعدين نبدأ نعملها ايه، نسويها معاكم كده على النار ونشوف هنعمل فيها ايه. ما شاء الله حلوة يعني، الكمية بتاعتها حلوة، الوزن بتاعها حلو، مليانة، وفي نفس الوقت كله سليم زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الطماطم ما فيهاش ولا حاجة بايظة يعني، كلها ما شاء الله حلوة، كلها جميلة يعني ما شاء الله، ما فيش حاجة. دي انا بس خلي بالكوا، عشان في ممكن يكون في طماطم متقطعة زي ما انا شفت طماطم متقطعة، قلت مش لازم احطها. يلا يا لمضة كلها هتتحط. طب ما لازم. طب الحاجات دي اللي طبعا معانا البرنس ريان، بصوا يعني ما شاء الله في المشاية بقى، وايه عمال يتجول في البيت. عايزين مطلع عيني على المطبخ يعني. بصوا ادمان عنده. بصوا رايح فين يعني، رايح على المطبخ كده، هو داخل على المطبخ. انا عامله ايه بقى عشان ما يدخلش المطبخ، بالذات لما بكون شغاله البوتاجاز، حاطه كرسي اهو زي ما انتم شايفين الكرسي اللي مصدراه عند باب المطبخ علشان خاطر هو ما يدخلش اهو. ليه ما منهاش فايده بقى ايه. لف وهيرجع اهو. هاتي المصفى والحاجة بس في الطماطم دي. ماشي يا ماما. بصوا بقى، بعد ما نقينا الطماطم كويس جبناها على الحوض وبقينا نغسل. انا حولت عند ماما طبعا عشان عندها الحله الكبيره بتاعت الصلصه. بقينا نغسلها وننضف اي حاجه موجوده فيها. بصوا يعني العدايه بتاعت الطماطم كلها ما طلعش منها الا دول. طبعا دي حاجه جميله جدا ان هي ما شاء الله كلها حلوه زي ما انتم شايفين كده. وانا عايزه اقول لكم الطماطم الصغيره الشيري دي اقسم بالله مسكره بطريقه تحفه جميله ما شاء الله. اهو حطيت الحلتين على النار. بصوا حطيت الطماطم من غير اي ميه، شايفين، حطها من غير اي ميه، هي تنزل ميتها. تمام، تنزل كل الميه اللي فيها. بصوا هنسيبها كده ايه، تبدا ايه تستوي مع نفسها، وهنرجع لكم بقى بعد ما ايه نخلصها ان شاء الله. انا وريتها لكم اول ما حطيتها. بصوا ما كانش فيها ولا نقطه ميه اهو، نزلت الميه بتاعتها كلها. وبنحاول نقلب كده نجيب اللي فوق تحت عشان اللي استوى ايه يطلع فوق.
واللي ما استواش ينزل تحت. ننزله كده، بنسيب بقى الصلصة ايه تستوي براحتها خالص خالص. ما شاء الله. دي من اجمل الطرق بصراحة اللي عملنا بيها الصلصة، يعني افضل واحلى من ان احنا كنا نفرمها في الاول. بصوا ما شاء الله وقت سوى الصلصة. طبعا حطيت باقي الطماطم في الحلة دي. طبعا بنغيب ونقلب طبعا. اشتركوا في القناة وابعتوا لايك. برافو عليكي. روبان بتسلم عليكم، تحب قوي تكلمكم وتقول لكم ابعتوا لنا لايك، تشتركوا في القناة. نشوفوا أكلة جديدة النهاردة. لا النهارده هنعمل صلصة طماطم. دلوقتي اهو بدأنا نضرب بالهاند بلندر. طبعا استوى وهو يا حبايبنا بدأنا يبرد شوية، يعني هدي شوية من النار، وابتدينا نضربه بالهاند بلندر. تمام. بعد كده هنصفيه وهنوريه لكم بعد ما نصفيه. هنضربه لغاية ما ينعم خالص. بصراحة الهاند بلندر ده نعمة ما شاء الله، ارحم بكتير من ان احنا كنا نحطه في الخلاط ونضرب وكده. بصوا ما شاء الله بيبقى سريع جدا، اللهم بارك. يعني بعد ما بنخلص فرم خالص لغايه ما تبقى ناعمه، بنبدا بقى ايه نصفيها بالمصفى، نصفيها في حاجه تانية. تمام. ونبدا لما تهدى خالص وتبرد خالص نبدا نكيسها. هتكونوا معانا ان شاء الله. ما شاء الله انا كده ضربتهم كلهم اهو، بس لسه ما تصفوش. بسيبه يبرد خالص عشان ابدا ايه اصفيه فيه. هسيبه يهدى عشان المصفى بتاعتي بلاستيك اللي انا بصفي بيها الصلصه، فانا هستنى عليه يهدى. بصوا اهو كله زي ما انتم شايفين كده. ادي الكميه بتاعتي ما شاء الله حلوه جدا. هبدا اصفيها تمام بعد ما تهدى شويه خالص. بصوا كده انا ابتديت اصفي اهو الصلصه. طبعا باخد بالشفشق كده منها وببدا اقلب اصفي بقى ايه، اصفي الطماطم. انا صفيت الكميه دي وباقي معايا اخر حاجه بقى ايه هبدا اصفيها، اخر حله اللي هي يعتبر اكبر حله، يعني دول الحلتين الصغيرين اللي اتصفوا. ماشي. بنصفي الصلصه كلها بالشكل ده، مش بنخلي فيها التفل ولا البذر ولا اي حاجه من الحاجات دي. يعني بنصفي القشر بتاع الطماطم، بنصفي قشر الطماطم كويس خالص. بتبقى ما شاء الله جميله، يعني ناعمه وحلوه كده زي الصلصه اللي بنشتريها من بره. طبعا هي زي ما انتم شايفين لسه ما بردتش للاخر، بس حلوه يستحملها المصفى البلاستيك ده، يستحملها اهو زي ما انتم شايفين. افضل اعمل خالص اصفي كل الصلصه اللي فيه وبعد كده ده بطلعه اهو، اعصر كل الصلصه اللي فيه. طبعا انا الكميه دي كلها ما كنتش لاقي حد يصورني وانا بصفيها، ماما ايديها وجعاها ما اقدرش ان انا احمل عليها ان هي تعمل الموضوع ده. فلما جت اختي ربنا يبارك لها يعني خليتها بقى تصورني. بصوا شايفين اهو. نيجي بقى ننزل الصلصه دي اللي هنا كده. بصوا
طبعا ايديا مغسوله عشان ايه اهو. انزل كل الصلصه اللي هنا وابدا افضي ده وارجع اصفي الباقي تاني زي ما انتم شايفين كده. تمام، هرجع لكم وانا بكيس بقى. واهو معانا الصلصه بتاعتنا. بصوا بقى ادي الصلصه بتاعتنا. بسم الله. بنبدا نحط بقى يعني في الكيس مثلا 3 مغارف. بنحط 3 مغارف كده في الكيس على قد احتياج الطبخه بتاعتنا. وانتوا هتقدروا وقفي هنا يا ماما وانا هطلع لك الهواء منه واربطه. وانتوا هتقدروا أيوة. تخلصوا كل ده؟ اه يا حبيبتي هنخلصه ان شاء الله. وبعدين بصوا بقى ما شاء الله، يعني هطلع لنا كميه حلوه قوي. زي ما قلت لكم احنا الكميه دي هنتلتها يعني ليا والماما والاختي. تمام، بعد ما بنظبط الكياس بنقسم الكياس بقى وكل واحد ايه ياخد الكياس الخاصه بيه يعني ويحطها في تلاجته. كده بنطلع الهواء من الكياس يا جماعه واحنا بنكيس الصلصه. اهي ما زلنا بقى في مرحله التعبئه. بصوا الصلصة. بصوا الصلصه. قول لهم حطوا لايك يلا. حطوا لايك. عشان مين؟ عشان محمد. المهمة. عشان محمد. قول لهم تاني حطوا لايك. حطوا لايك. واشتركوا. واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. برافو. قولي انا رجل. هو مكان. نهدى شوية. بصوا بقى ما شاء الله. ما شاء الله معاكم كيسة واحدة. كيسة واحدة؟ لا لسه. الله ما شاء الله ان انتوا هتخلصوها مش هيبقى حاجة صفر. برافو. يلا قولوا لهم حطوا لايك واشتركوا. حطوا لايك واشتركوا في القناة. حطوا لايك واشتركوا في القناة. انتوا عايزين تشوفوا شكلنا؟ عايزين تشوفوا شكلنا؟ لا بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي جوا مصر وخارج مصر وجميع أنحاء الدول. كده تشرفونا وتنورونا. وشوفوا كده الصلصة اللي هنعملها تخزين رمضان. كل سنة وانتم طيبين. عشان الغلاء والحاجات اللي هتغلى دي يبقى الحال الواحد حاجته عنده، ما يحتاجش يجيب حاجة من برا. الطماطم غليت ما غليتش يبقى الصلصة نيته عنده. يطلع من التلاجة بتاعته ويتعامل. والست الشاطرة هي اللي ايه تعرف تدبر نفسها كده. متبقاش كل الطلبات كده اول الشهر عايزة دي وعايزة دي وعايزة الطلبات كلها. لا، تبقى حاجتها عندها تطلع من تلاجتها. والصلصة بتاعتنا هي يا حبايبي. وكل عام وانتم بخير يا رب كده. والحاجة في البيت تطلعي منها وتلاقيها في بيتك كده. تجيبيش الا اللحمة الفراخ وتبقى الصلصة بتاعتك في بيتك. وكل التفريز هنعمله بقية التفريز برضه معاكم هتشوفوه وتشرفونا وتنورونا يا حبايبي. والله من اكتر الحاجات فعلا يا جماعة اللي بتنفعنا الصلصة. فعلا من اكتر الحاجات اللي ما شاء الله. تغلى الطماطم تعملي تطلعي من الثلاجة بتاعتك وتعملي. بتفرق معانا كتير يعني. تشتريش الله كل رمضان. على فكرة احنا هنعمل كمية تانية ان شاء الله، بس نصور معاكم الفيديو ده. بس هنعمل كمية تانية يعني دي مش هتبقى الكمية الوحيدة. لا هنعمل كمية تانية ان شاء الله عشان تكفينا ان شاء الله. طبعا يا جماعة خلصناها في وقت سريع. طبعا خلصناها بس احنا هنوصوها. ما تنسوناش بالاشتراك واللايك بتاعكم زي العسل وتنورونا كده. دي مش 10. واي حاجة عايزينها تقولوا لنا عليها واحنا نعملها لكم. دي مش 10 يا جماعة، دي غالية والله. مش هتقدروا تدرسوا كل ده، لازم حد يساعدكم. قول لهم بقى اشتركوا. بصوا بقى مين جاي يساعد. بصوا بقى مين جاي يساعد. شايفين
شايفين انتوا اللي بيحصل؟ جاي يساعد اهو. جاي يساعد اهو. مش هي قالت عايزين حد يساعد؟ ايه، قول لهم يلا حطوا لايك، يلا اعمل لهم كده، حطوا لايك يلا، ها حطوا لايك يلا، حطوا لايك عشان ريان، يلا قول لهم حطوا لايك يلا. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوناش بالدعم بالله عليكم، يعني عايزين اشتراك كده في القناة وكومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.